نعم. يعني كيف عملها أو مبدئيا يعني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ولقد كرمنا بني آدم. نعم. أي إن هذا المخلوق الذي اعتنى به رب العالمين في جميع المواصفات الشكلية والعقلية وكرمه بآية سماوية، أحرى بنا معاشر البشر أن نحذو حذو توجيه رب العالمين في إكرامه وتكريمه والعناية به من كافة النواحي والاتجاهات. نعم. الحقيقة هذا الموضوع إذا كان المقصود هو جهاز ألترا ساوند أو سونار مطور هو الذي يستخدم في الكشف عن أو التفتيش في مداخل هذا الفندق أو الأماكن والمؤسسات الرسمية الأخرى، ففي علميا جهاز الألترا ساوند لا يوجد له ضرر. لكن إذا كان هذا الجهاز هو نفس الموجود في المطارات وهو الذي يسمى ايربورت اكس راي ماشين، هو جهاز للأشعة السينية، يبعث الأشعة السينية، وهو نفس الجهاز المستخدم في الأمور التشخيصية في الحياة الطبية، وهذا له أضرار وكما يلي. الأضرار هي عبارة عن accumulatory dose، يعني جرعات متراكمة. على سبيل المثال الشخص حتى في المؤسسات الصحية المريض الذي يحتاج إلى فحوصات متكررة بالأشعة هو عرضة فيما بعد لأمور عدة وجمة، أضرار تبدأ بمفاصل الأعضاء من أصغر الأعضاء إلى أكبر الأعضاء حتى وصولا إلى الحالة السرطانية ونقل الصفات الأخرى إلى الأجيال الأخرى. كذلك في هذه المؤسسات، إذا كان الموظفين الذين يعملون في هذه المؤسسات في الفندق مثلا هم عرضة للتفتيش اليومي، فإن هنالك وحدة عالمية اسمها ماكسيمم بيرميسبل دوز، الجرعة المسموح بها. ما فوق تلك الجرعة عالميا، طبعا هذا نظام عالمي بمؤسسات وجمعيات عالمية، ما فوق تلك الجرعة التراكمية راح يؤدي إلى الأضرار اللي هي الأضرار مثل ما قلنا تنتهي بالأضرار السرطانية، ونستطيع تفصيل الأضرار كما يلي: على الجلد حروق، فقدان الشعر، تليف، وسرطان الجلد. إذا أخذنا العضو الثاني الذي هو العين، فإن هناك تبتدئ بالكاتاراكت اللي هي ساد العين وريتينال ديتاشمنت. أنت سمعت نعم. الموظفين الآن بيقول لك أكو حالات. نعم. هذه يثبت لنا على أنه يعني حتى بالأسماء. حقيقة احنا حتى ما نظلم، يعني حتى ما نخش في باب الظلم. النتائج والمعطيات التي أعطوها هؤلاء الناس معناته أنه استخدام لأجهزة الإكس راي، الأشعة السينية اللي احنا في تناول لأضرارها وجوانبها وتأثيراتها الجانبية. على سبيل المثال كما قلنا على العين انفصال الشبكية أيضا. وإذا أخذنا الجانب الآخر الدم، هو سوف تسبب نقص في كريات الدم الحمراء، ابيضاض الدم الذي هو سرطان الدم أو اللوكيميا، نقص في الصفيحات الدموية. إذا أخذنا مثلا المبيض عند المرأة، سوف يؤدي، طبعا إذا كانت الجرعة هي صغيرة، سوف يؤدي إلى فقدان للدورة الشهرية بالنسبة للمرأة. الجرعة المتوسطة ستؤدي إلى عقم وقتي، والجرعة الزائدة ستؤدي إلى عقم دائمي. كذلك هذا كارثة. نعم. هذا مو جهاز يعني. كذلك احنا النقطة الأخرى والأكثر أهمية هي التأثير على الجينات. التأثير على الجينات ونقل الصفات الوراثية الرديئة والسيئة إلى الأجيال الأخرى، حتى إذا لم يكن في الجيل اللاحق فإنه من الممكن أن يكون في الجيل بعد اللاحق. والنقطة الأخرى تغيير شكل الدي ان اي الحامض النووي، الذي سيؤدي إلى أن الجسم لن يدرك، يعني يؤدي إلى صفات شكلية وهندسية في هذا الدي ان اي، راح الجسم ما يتعامل معه على أساس أنه جسم غريب، وبالتالي يؤدي إلى انشطار سرطاني وحدوث الخلايا السرطانية التي تهاجم الجسم، ومن ضمنها السرطان الثدي الذي تم ذكره قبل قليل، وكذلك سرطان الدم أيضا. طيب يعني دكتور مظهر، يعني لا، يا إما نجيب أجهزة فاشلة وسعرها مضاعف يمكن مئات المرات، يا اما نجيب اجهزه تاثر على من يدخل بها. بعدين اكو يعني اعضاء مجلس النواب هم يفوتون الى فندق الرشيد، وهذا الجهاز يعني هنالك عضوات فاضلات في مجلس النواب يعني يرتدين الحجاب، يعني طيب هذا كيف؟ ويقول لك الصوره تبقى بالجهاز، يعني مو تنخزن بالموضوع، يعني كيف هذا الموضوع اضافه الى الموظفات طبعا يعني. أستاذ الشريعة الآن وضح أنه هذا الجهاز، استخدام هذا الجهاز حرام وإجرام. يعني يكفي أنه هذا يعني شرعا يعني لا يمكن قبوله نهائيا. أما من الناحية الصحية فهو كارثة، يعني هذا حرب قتل ثاني، ذبح ثاني للعراقيين، يضاف إلى المتفجرات. طيب دكتور أحمد، يعني
يا ريت يعني هنالك اكيد اكو مواضيع اخرى يعني احنا حكينا بيها، لكن حضرتك وضحت قسم انه اذا كان مسلم او غير مسلم اللي واقف على الجهاز يشوف، يعني يا ريت لو توضح احنا ايا كان هو الفتوى نفسها، ايا نعم. كان من يدير هذا الجهاز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرت بعض الأدلة من القرآن الكريم ومن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بقى لنا أن نذكر بعض القواعد الفقهية التي استنبطها العلماء من هذه النصوص الشرعية. نعم. وهي قطعية الورود وقطعية الدلالة، يعني لا تقبل اجتهادا، لأن ستر العورة من المسلمات الشرعية التي لا تقل قوة عن المسلمات العقلية، ولا تقبل أي تبديل ولا تغيير لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. ويعبر عن هذا في علوم الشريعة الإسلامية بالمعلوم من الدين بالضرورة. القاعدة الفقهية التي تزيدنا توضيحا في تحريم وتجريم استخدام هذه الأجهزة التي تكشف ما أمر الله سبحانه وتعالى بستره، أن ما أدى إلى الحرام فهو حرام، وأن من القواعد الفقهية دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فلو فرضنا جدلا أو ظنا أن هذه الأجهزة قد تساعد في كشف كما يدعون أو يروجون أو يدلسون أو يخادعون شيئا من المؤذيات أو المتفجرات، لكن انتهاك جسد الآدمي على هذه الصورة المهينة وعلى هذه الوجهة المشينة الذي يرفضها العقل أيا كان هذا العقل. طيب ويأباها الشرع. يعني هناك يمكن قاعدة تقول انه الضرورات تبيح المحظورات. يا سيدي، هذا الأمر ليس فيه ضرورة، لأن الضرورة عندنا لها ضوابط وليس الأمر كلأ مباحا. فمثلا لو جئنا إلى الأعمال الطبية ومعك ضيوف أكارم على هذا التخصص الدقيق، فعندنا في الفقه الإسلامي الطبيب له أن يطلع على العورة بمقدار الحاجة فقط، لكن إذا لم توجد الضرورة فلا يطلع عليها. الأمر الآخر هناك بدائل، يعني قبل أن أصير إلى الضرورة أو إلى الاضطرار أفضل. نعم. قبل أن أصير إلى الاضطرار، هل العلم أو هل العالم أو هل الباحثون أو المتخصصون استنفذوا الوسائل كلها فلم يتبقى إلا انتهاك جسد الآدمي حتى تكشف عورته على الملأ ويصور ويكون عرضة للابتذال والامتهان؟ والله سبحانه وتعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم. نرى أن هذا ليس فيه لا ضرورة ولا فيه اضطرار. نعم. لأن من الممكن إجراء يعني ما يسمى بتفتيش معين أو أجهزة رصدية معينة، فلا بد من استنفاذ الوسائل لم تستنفذ بعد، سواء الوسائل اليدوية أو الميكانيكية، فلا يكترئ إنسان ويقول أن هذا من باب الضرورة أو هذا من باب الاضطرار. ومن القواعد في الفقه المالكي سد الذرائع، وقد أشرت إلى تطبيق لهذه القاعدة، ألا وهي ما أدى إلى الحرام فهو حرام. نعم. فإذا كانت المرأة المسلمة لا تبدي عورتها للمرأة غير المسلمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أزواجهن أو إخوانهن أو بني أخوانهن أو إلى آخر الآية رقم 31 من سورة النور. وإذا كان الإسلام حرم وجرم أن الرجل مع الرجل لا يرى منه ما بين السرة والركبة، وهذا أمر لا يحتاج إلى يعني جدال ولا إلى تغيير ولا إلى تبديل، فيجب علينا أن نكون وقافين عند شرع الله. والله سبحانه وتعالى قال: سيدي الفاضل ومشاهدي الأعزاء، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. يعني الآن المفروض أنه يبتعد أي شخص عن هذا الجهاز، لأنه يعني النتيجة إذا دخل به شلون يعني؟ لأنه سيؤدي إلى ارتكاب محظور ومحرم،
تمام. وانتهاك أو تخطي أو تعدي لحدود الله عز وجل. نعم دكتور خضر، يعني اكو اجهزه اخرى ممكن تكون اقل تاثير طبي عن هذا مثل هذا الموضوع؟ والله انا حسب معلوماتي انه لحد الان ما موجود هذا الشيء، لكن من الممكن تطوير جهاز الموجات فوق الصوتيه اللي هو جهاز امن، ليس فيه اشعاع، سهل، رخيص. يعني انت طبيا لمستعملي هذا الجهاز بماذا تنصح؟ جهاز السونار، جهاز الالتراساوند. نعم، هذا الجهاز اللي ياثر جدا نتكلم عليه. الجهاز المؤثر يجب، طبعا احنا من جانب طبي مثل ما قلت لحضرتك، لنا جرعة تراكمية، يعني مع الوقت هنالك جرعة تبقى في الجسم الى فترة من الزمان، ثم تاتي الجرعة المكملة الثانية، ثم الثالث، ثم الرابعة، الى ان نتجاوز الجرعة المسموح بها التي اشرت اليها قبل قليل. لذلك اذا كان الشخص هو موظف ضمن نفس المؤسسة التي يتواجد في هذا الجهاز وعليه الدخول من هذا الجهاز لفترات متكررة ومتعددة في أيام الأسبوع، يجب عليه. هنالك طبعا احنا حتى في المؤسسات التشخيصيه التي تشابه هذا الشيء هنالك النظام هو وضع فيلم، باتش فيلم، يعني فيلم يتحسس الى مقدار وكميه الاشعاع الشهري. هذا واحد. النقطه الثانيه، هنالك نظام الثاني هو بريودك ميديكال اكزامينيشن، يعني فحص دوري لهذا المريض من الناحيه الطبيه. والشيء الثالث هو الفحص المختبري، الفحص عينات من الدم لغرض توضيح نسب الدم ومكونات الدم، وكذلك الايونات الموجوده التي تتاثر سلبا بالاشعاع. لذا انا اقول اذا كان هذا الجهاز لابد من وجوده، فعلينا ان نتبع هذه الاشياء اللي انا اتكلم لك من ناحيه طبيه، اللي هي وضع باتش فيلم لتحسس نسبه الاشعاع الشهري، وفحص الناس المنتسبين المتواجدين في المكان بشكل دوري من قبل اطباء مختصين. والثالث عمل المسح المختبري لمكونات الدم ومشتقاته والايونات الموجوده فيه. والشيء الرابع هو عزل المكان بالرصاص لمنع تسرب الاشعاع الى المناطق المجاوره والناس، والحفاظ على سلامه البيئه وسلامه المواطنين. دكتور، هذه الضوابط استاذ انس يعني هي ضوابط معروفه يعني لدى مؤسسات السلامه الصحيه والمهنيه، سواء اذا كان في الجانب الطبي او حتى في الجانب الصناعي، لانه كثير من المصانع ايضا تتعامل مع الاكس راي. يعني في الصناعه عندنا مختبرات لفحص المواد المصنوعه، المسبوكات والملحومات نعرضها للاكس راي، وبالتالي عندنا عاملين سوف يتداولون أو سوف يتعرضون إلى أخذ جرعات من هذه الأشعة. الضوابط اللي تفضل بها دكتور نعم خضر صحيحة ودقيقة، وكل مؤسسات أو كل دوائر السلامة المهنية والصحية في وزارات الدولة موجودة وتعرفها وكانت تطبق. يعني كنا العاملين في المؤسسات الصناعية، أولا المختبر يعزل عزل تامل بالرصاص مثل ما تفضل دكتور خضر. اثنين، كانوا يلبس بدلة معزولة أيضا من المواد العازلة. ثلاثة، كان يحمل معاه فيلم لمعرفة تراكم الدوز اللي أخذها، الجرعة اللي أخذها. ثلاثة، لازم نعتني أيضا حتى في غذاء، كنا نجبرهم على أخذ الحليب بفترات محددة وبساعات محددة في أثناء فترة العمل. أربعة، لما قبل ما نوصل إلى الدوز، خلينا نقول إلى حدود الدوز المسموح، كنا نبدلهم، يعني نكون إحنا عادين كادر بديل عنهم، ننقلهم إلى أماكن أخرى ونجيب مكانهم البدلاء. هذا حتى كلها لأجل تفادي. طبعا هو يعني هاي الأجهزة يمكن حتى في أوروبا يعني أثبتت هي فعالة، لكن في أوقات معينة، فبالتالي قال لك خلينا نجربها يمكن على الشعب العراقي او على الدول اللي تشتغل بها مثل هذه الاجهزه، واحنا لا هم الكل يعرفون تاثيراتها. نعم. لكن تبقى المستخدم اذا ما رضى يلتزم بالضوابط او راضي يعرض نفسه الى هذا الشيء، او خلينا نقول جهل المستخدم. نعم. هذه هي المصيبه اللي لازم احنا نفتش عنها ونحاسب عنها. الكلاب طلعت ترحم. لا هو يعني مثل ما قلت لك هسه الجهاز الحقيقي اللي يكشف المتفجرات لحد الان بعوره او بعيب، الخبراء الاختصاصيين في بريطانيا يعملون، وقدروا انه خلال الست اشهر القادمه او السنه القادمه ممكن ان يطوروه ويصير دقيق ومضبوط حتى تعتمده خلينا نقول الاستشاريه الامنيه القوميه في بريطانيا على اعتماده، وهي تبديل الهوائي الى من يحولوه من انالوج الى ديجيتال. وهاي طبعا هاي العمليه لو احنا ماخذين هذا الجهاز الحقيقي وليس الجهاز المخشوش، بامكان كادرنا في العراق ان يطور هذه العمليه.
يعني عندنا خبراء كثيرين في العراق ممكن ان يحولون هذا الهوائي من انالوج الى ديجيتال، يعني مايكرو موتورز، وبالتالي تنحل مشكلته، تنضبط الدقه مالته في العالم. نعم. بعدين يعني صيغه التعاقدات القانونيه يجب ان تضبط، يعني ما يجوز انه انا اجي يعني المفروض افاتح اكثر من منشأ واتحرك، ابعث المختصين والخبراء مع شركه اشوفها شركه حقيقيه، اروح ازورها، ازور مصنعها واتاكد من وجودها. الويب سايت مالتها لازم ادخل عليها اتاكد من عندها مضبوطه. دكتور يعني لم يبقى من الوقت الا انا بس خلينا اوضح انه هناك اكو اجهزه بالعالم. الخبراء الروس الحقيقه نجحوا في صناعه جهاز اسمه راتك، وهو يعتمد على كشف النيترونات لذره النيتروجين. فهذا موجود، والخبراء الروس الحقيقه نجحوا به وموجود، وممكن مفاتحه الشركات الروسيه عليه. والان يطوروه على كشف الحاويات الكبيره يعني عن بعد. نعم. الدكتور مظهر التميمي العالم العراقي، شكرا جزيلا لحضورك استوديوهاتنا. دكتور خضر أحمد الجبوري، شكرا جزيلا لحضورك إلى استديوهات البغدادية. وشكر إلى فضيلة الدكتور أحمد محمود أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، شكرا جزيلا. لم يبقى إلا أن نشكركم سادة المشاهدين لحسن المتابعة. تقبلوا تحياتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المبدعين معنا في مرايا، أخبارهم، نشاطاتهم، إبداعاتهم، أينما كانوا هم في مرايا يأتيكم في الأوقات التالية.
مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج شاونا هنا. حلقتنا لهذا اليوم راح تكون مع السيد جمال أبو براء من سكنة مدينة بغداد، وهو الآن مقيم في فنلندا منذ حوالي 8 شهور. راح نتعرف عليه أكثر وعلى عائلته من خلال برنامج شاونا هنا من خلال شاشة قناة البغدادية. مرحبا بك سيد جمال. يا أهلا وسهلا بك، يا مرحبا، وشرفتونا بزيارتكم قناة البغدادية، القناة العراقية السباقة بالخيرات، وفرحتونا والله، وزيارة يعني ما تنوصف الكلمات لقناة البغدادية. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. شكرا جزيلا لك. سيد جمال، خلينا نبدأ من البداية وخلينا نرجع للعراق شوية. أريد أعرف يمتى طلعت من العراق ويمتى وصلت لفنلندا، وشنو الأسباب اللي دعتك للهجرة من العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا أخي، حالنا حال كل العراقيين وكل العوائل العراقية اللي تركت هذا البلد العظيم، البلد العراق، بلد الخيرات، بلد الحضارات، بلد آلاف السنين، حضارات آلاف السنين، وأسباب متعددة، أسباب كثيرة، من ضمنها فقدان الأمن والأمان بالعراق. وما أظن أكو مستقبل حاليا للأطفال، وأنا عندي 4 أطفال بالعراق وبغداد، بسبب أطماع الغزاة وأطماع بعض الناس اللي يدعون أنهم عراقيين، وأسباب كثيرة يعني، أسباب مؤلمة يعني لا تقل ولا تزيد عن العراقيين الباقيين. قلت لي قبل 8 أشهر صار لك من وصلت لفنلندا. نعم، أنا بال 2004 طلعنا للأردن، بقينا تقريبا 2.5 سنين، ورجعنا العراق 6 أشهر. بالشهر السابع سافرنا سوريا، جينا لسوريا، ومن سوريا جينا لفنلندا. سبب اختيارك لفنلندا مجبر يعني اختارت فنلندا لو كان اختيارك انت؟ ما كان اكو بديل يعني، ما كان اكو بديل غير فنلندا، واحنا ما كنا نعرف شيء عن فنلندا، بس الحمد لله والشكر اتصلنا وسألنا وطمنونا بخير، وفعلا الحمد لله والشكر الآن مرتاحين. بس احنا هنا عايشين كجسد، اما الروح والقلب كله ببغداد، بالعراق وببغداد وبمنطقة الدورة وببيتي وبغرفتي وبحديقتي. صاير بريد احنا والغربة رضينا، بس ندمنا يمر علينا، احنا والغربة رضينا، بس ندمنا يمر علينا. ويا عراق ايش بيك تبكي، وياه لي دموعك يحن، ويا عراق ايش بيك تبكي، وياه لي دموعك يحن، وياه لي دموعك يحن. أهلك لا زالوا بالعراق؟ اين كلهم بالعراق. على اتصال بهم؟ والله على اتصال يعني بين يوم او يوميا، من خلال يعني هذا الانترنت هم رحمة شوية، يعني خفف هواية من معاناة المغتربين. جمال، أريدك تحدثني عن ذكرياتك عن العراق. العراق يعني سبقا قلت لك والله أنا بس جسد هنا، أما روحي كلها بالعراق، قلبي بالعراق، البلد اللي ربينا بيه أو انولدنا بيه ونشأنا بيه، ذكريات الطفولة، ضحكنا بالعراق وبكينا بالعراق وخدمنا بالعراق، والعراق هو هذا العراق، ما شو أحكي لك عن العراق. العراق هو بيتنا الكبير، العراقيين هم عائلتنا الكبيرة،
هو هذا العراق. تتمنى ترجع العراق؟ اي والله اتمنى، وانا روحي هسه بالعراق، اتمنى اليوم قبل باكر ارجع. بس تعرف انت الاطفال ومستقبلهم، الاطفال مجبنة مبخلة، وان شاء الله نرجع العراق. داموا احنا فاطفالنا ان شاء الله نربيهم احسن تربية ونتعب عليهم ونخلي شهاداتهم بالعراق ان شاء الله، يرجعون يخدمون العراق، يخدمون بلدهم ان شاء الله تعالى. إن شاء الله. ذكرياتك عن أصدقائك، عن أقاربك، عن أخوانك، عن أهلك؟ والله أصدقائي أخوتي هم، وفعلا عندي أصدقاء فقدتهم بال2003 و2004 ورجعوا اتصلوا بي، ما متوقعهم أبدا يتصلون، والله نبكي دم. وأنا بالعراق فقدتهم داخل العراق وما تقدر أشوفهم، لأن هم بمناطق وإحنا بمناطق، كان بيناتنا بس التليفون، بس الاتصالات والدموع. شنو السبب يعني ما تقدر توصلهم؟ والله يعني الأسباب هواي، ما نرجع لذيك السنين 2006 و2007، ذيك السنين والأشهر المرة اللي مرت على العراقيين. أتذكر أحد أصدقائي كان يعني بينه وبينه تقريبا بين بيتنا وبين بيتهم تقريبا كيلوين. ما تقدر توصل؟ لا والله ما أقدر أوصل، كنت أتصل عليه ويقول لي ما أسمح لك تيجي. يعني خوفا عليك؟ اي طبعا يخاف علي الرجل، مع العلم هو منطقته يعني ما صارت بها مشاكل، بس يخاف من باقي المناطق اللي أمر بيها وأدخل عليه، ما كان يسمح لي أجي، ولا أنا أقدر أقول له تعال، لأنه ما أضمن أروحه. فبقينا بس على التليفون. رائد أبو زهراء إن شاء الله يشوفنا ويذكرنا، وإن شاء الله يحصل تليفوني ويتصل علي إن شاء الله. طيب، لو أعطيتك الآن بطاقة سفر إلى العراق، أي مكان أول ما تروح توصل له؟ من القريعات من الدورة أخاف نزعل المنصور والشعلة، أريد أوقف على الصوبين، أريد أوقف على الصوبين وأصيح بصوت ليمتى نظل بعاد يا بغداد، أخاف الموت ياخذني وأموت أنا غريب بلاد، بس صدقوني لو صارت، بس صدقوني لو صارت أحس عظام تحملني وتاخذني مشي البغداد. أول شخص تحب تقابله؟